السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، مرحبا بكم معايا في القناة. فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة اللي غنشارك معكم اليوم، غنشارك معكم الغدا ديالي. غنشارك معكم جنيحات بالبطاطس في الفرن، كيجيو صحيين بواحد التتبيله رائعه اخواتي. كيجيو لذاذين بزاف كما كتشوفوا معايا، كيجيو من برا يعني مقرمشين ومن الداخل كيجيو فتين، كيجيو زوينين بزاف. وإلا عجبكم الفيديو خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير. واللي اول مره كيشاهد القناه ديالي وعجبو المحتوى القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصل له كل جديد من عندي. وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم. ونبدأ على بركة الله. هي بسم الله. بالنسبة الجنيحات عندي هنا كيلو جنيحات الدجاج. المهم غسلتهم مزيان بالحامض والخل والمليحه، خليتهم يقطروا من مزيان. وبالنسبه للعطريه عندي واحد الملقه تحميره، الكيمون، الخرقون، السكينجبير، الابزار، مليحه، وديك واحد الملقه كبيره كما شفتوا معايا عامره مزيان. عندي التومه محكوكه. هذه هي العطريه اللي غنعمل من هاد جنيحات الدجاج. كيجيو لذاذ بزاف، كيجيو بنينين. ومن بعد كنزيد واحد نص معلقه صغيره د الحار الهريسه، تقدروا تعملوا تقدروا تستغناو عليها. من بعد كنزيد معكم واحد معلقه د مطرد، وكنزيد هنا واحد نص د الحامضه كنعصرها ضروري. واللي ما عندوش الحامض تقدروا تعوضوها يعني بواحد جوج المعالق د الخل، عند جوج المعالق د الحامض عادي كنعاد ديما طاح وزولتم. من بعد كنزيد معكم واحد جوج المعالق د زيت الزيتون، تقدروا تعملوا الزيت الروميه، وحق من الاحسن باش يجينا الطبق ديالنا صحي وكيجينا زوين بزاف. كنزيد معكم واحد المعلقه المركز الطماطم. وصافي هذه هي العطريه اللي كنعمل من هاد الجنيحات. كنخلطوا مزيان باليد ديالي، ضروري المرحله دي نخلطوا الجنيحات مزيان باش كتدخل فيهم ديك العطريه، كتدخل فيهم ديك التشرموله، وكيجيو بنانين، كيجيو لذاذين بزاف. كنستمر بهذه الطريقه هذه، كنحركهم مزيان. من بعد غنغطيهم وغنخليهم في الثلاجه تقريبا واحد ساعه جوج سوايع. شحال ما خليتوهم كيشربوا ديك العطريه وكيجيونا لذاذ بزاف وكيجيونا فتيين. وصافي. ومن بعد اخواتي ما خليتهم حتى دازت عليهم واحد جوج سوايع. غندوز باش نكمل معكم الوصفه ديالي. كنزول من ديك الاناء اللي كان عندي فيه ديك التشرموله، كنزيد عليه واحد نص كاس ديال الماء عادي. كنزيدو لك التشرموله، كنزيد هنا البطاطا. الكميه كتبقى اختياريه البطاطس، يعني تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا على حسب المول ديالكم. وصافي كندوز ديك البطاطا مزيان في ديك التشرموله اللي شاطات لي. كنجيب هنا واحد المول اللي غندخلو الفران. نستعملوا اي مول، انا استعملت المول هذا دائري، نتوما استعملوا اي مول عندكم متوفر. كندهنوا بواحد المعلقه الزيت النباتي، كندهن ديك المول كامل بديك الزويته. من بعد كنخوي ديك البطاطا اللي قطعت معكم دوائر، بحال خاصها تكون الدوائر ديالها قطعوها رقاقين شويه باش ما تاخذناش الوقت بزاف في الطياب في الفرن. وصافي كنستف ديك البطاطس ديالي بالطريقه دي، كنستفها باليد ديالي. المهم صافي الطريقه العاديه. ومن بعد غندوز باش نستف معكم ديك الجنيوحات. كما شفتوا معي اخواتنا كل جنيح قسمته يعني قطعته على جوج. اذا كيجيو حلوين في المنظر وحتى في الماكله كيجيو مزيونين بزاف اخواتي. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تنساونيش من اللايك ديالكم. وكنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنسالي ديك التستاف الجنيحات ديالي كاملين اخواتي. من بعد كنغطي الطاوه ديالي، كنغطيها بورق الزبده. من بعد كندخلها للفرن وكنعمل هذاك الورق الالومنيوم. ومن بعد كندخلها للفران اخواتي. يكون سونغاش على من التحت ومن الفوق. تقريبا كتاخذ لي واحد نص ساعه حتى 40 ساعه. انا دخلتها الفران دركاس، فران دبوطه، نتوما على حسب كل واحد الفران ديالو. ها الشكل النهائي ديال الاجنحه ديالنا اخواتي. كيجيو محمرين، كيجيونا فتين، كيجيو زوينين بزاف، يعني واحد الطبق رائع كيوجد في اخر لحظه اخواتي كما كتشوفوا معايا. كيجي زوينين، ما فيهم لا مرقه بزاف لا والو. البطاطا ديالنا كتجي طايبه، اما الجنيحات كيجيو محمرين من البرا، محمرين ومن الداخل كيجيو فتين اخواتي كما كتشوفوا معي. كنتمنى تجربوهم ان شاء الله بهذه الطريقه هذه. ولا جربتوهم عينالوا الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ديالي ما تنسونيش من الدعم ديالكم، لايك للفيديو. شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم. يلا بسلام عليكم، نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.